الجو حر قوي اليومين دول. عايزين حاجة ترطب على القلب، مفيش أحلى من الآيس كريم. بس وصفتنا النهاردة صحية مغذية واقتصادية، بدون كريمة أو حليب محلى مكثف أو كريم شانتيه، وكريمي جدا زي ما انتوا شايفين كده. مغذي وصحي، تاكليه بدون تأنيب ضمير. أحلى آيس كريم جربته بدون مبالغة. يلا بينا على الوصف. أنا معايا هنا كيلو من الفراولة المجمدة، أو مانجا أو خوخ، أي نوع فاكهة موجودة عندك. جمديها وطلعيها تفك شوية لمدة 10 دقايق كده عشان يبقى طري شوية على الكبة. ما اذيش الكبة بتاعتي، وهفضل اضرب فيها لحد ما تبقى كريمية جدا معايا. الحكاية دي ما بتاخدش معاكي يعني 3-4 دقايق. اهي بصوا بقى كريمي خالص. ابتدي بقى اضيف عليه بقية المكونات. معايا هنا علبتين من الزبادي الكبار، اي نوع زبادي بس ما يكونش فيه حموضة. اي نوع زبادي ما يكونش فيه حموضة، بتاع اللبان، الشركات، اللي انت عايزاه. بس اهم حاجة ما يكونش حامض، يكون طعمه لاذع، يعني يكون طعمه كده اللبن هو اللي باين فيه اكتر، مش حموضة الزبادي. وهحط عليهم كوباية من السكر، كوباية من السكر البودر. انا حطيت سكر بودر هنا عشان يكون سهل وكريمي ويدوب بسهولة. تقدري تحطي سكر حبيبات زي ما انت عايزة. وهدي الكلام الحلو ده ضربة محترمة لحد ما يندمج كويس قوي مع بعضه. وخلص معايا الايس كريم. صحي جدا، مغذي جدا، كريمي جدا. بصوا عامل ازاي، وطبعا طعم الفاكهة مركز فيه، وضمنة كل حاجة فيه. هحطه في العلبة بتاعتي، وممكن برضو احطه في قوالب الايس كريم. عندي حرية الاختيار، اعمله زي ما انا عايزة. انا هعمل جزء في علبة تلاجة عادي، وجزء تاني في قوالب الايس كريم عشان اوريكم النوعين. وبعدين الاطفال بتحب اللي في القوالب الايس كريم ده اكتر، وفي اطفال ما بتحبش الفواكه خالص، فانتي كده تبقي ضمنتي ان انتي اكلتيه فاكهة على شكل ايس كريم وضحكتي عليه. انا هاخد جزء من الايس كريم بتاعي، هضيف عليه لون طعام صحي. ده لون جل، هحط عليه نقطتين. انا كنت عايزة اقلبه موف بصراحة، بس اللون قلبة غريبة كده في الكاميرا. هو كان في الطبيعي لونه موف، بس في التصوير معرفش ايه اللون الغريب ده. تقدري بقى تلونيه باي لون انتي عايزاه، من غير ما حطينا اي حاجة. وممكن ما تحطيش لون خالص ويبقى صحي تماما. وممكن نعمله من غير سكر، نحط له سكر دايت، عسل للناس اللي عندها السكر او ناس بتعمل دايت. احطه في التلاجة لمدة 6 ساعات، ولو طولت عليه اكتر اللي هو ده، اسيبه في التلاجة شوية لمدة 10 دقايق كده يفك بالراحة عشان ما يقاوحش معايا واحنا بنطلعه. بس بصراحة انا حبيت النوع ده اكتر. سهل كده وبسيط وسريع، تطلعي كده وتقعدي مع نفسك كده، والجو حر وبيرطب قوي على القلب. اللي في القوالب ده سهل قوي وحلو قوي، وبجد طعمه حلو والفاكهة باينة. في ايس كريم طالع ترندي اليومين دول اللي هو بالجيلي، وحش جدا، سيء خالص يا جماعة، محدش يجربه. انا حاطه حتى صور من مطبخ صفية مجرباه، ما بيدوبش في المية. في ايس كريم ما بيدوبش في الميه، مش ايس كريم اصلا، وضيعنا مقادير. بص ده كريمي وصحي ومغذي، هتديه للاطفال من غير ما تندمي. تاكليه بدون تأنيب ضمير لو انت بتعملي دايت مثلا. بصوا ما بيتحركش، ما بيدوبش، ما بيسحش. حطيته في الميه ما سحش يا جماعه. ما تعملوهوش، حرام، هتخسروا علبه جيلي وكريم شانتيه، حرام، مكلف والله. وبألف هنا.